السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا على اللاعب ديالنا حكيم زياش، لاعب دولي سابق. لعب مع اياكس امستردام الهولندي، مع تشيلسي الانجليزي، مع جالاتا سراي التركي، ومع الدحيل القطري، والان مع الوداد الرياضي البيضاوي. في اول ظهور ديالو في الماتش الاخير مع ضد مانيما الكونغولي من كونغو الديمقراطيه. كان اداء ديالو متميز، يعني في اول ظهور ديالو قدم اداء لا باس به حقيقه. مازال كيحتفظ باللمسات ديالو الرائعه، التسديدات ديالو الرائعه ايضا، يعني تقريبا 4 تسديدات للمرمى كانت تشكل خطر لولا براعة الحارس الكونغولي. في ظل اللاعبين الوافدين الجدد، يعني التشكيلة مازال غير قارة، يعني مازال لو 11 تيب مازال ما معروفش 100%. يعني نهار غتكون ال 11 تيب معروف وكيلعبوا ماتشات بزاف، حكيم زياش غادي يلقى الذات ديالو مع ديك التشكيلة، وغادي يكون انسجام كبير. في ظل ذاك الانسجام غادي تبان المؤهلات والتمريرات والاداء الرائع اللي كنعرفوا على حكيم زياش. حكيم زياش كل شيء كيعرفو، كيعرف المهارات ديالو، كيعرف يعني سهولة اللعب ديالو، يعني تبارك الله عليه مؤهلات كبيرة. يبقى فقط نوع من الانسجام مع اللاعبين الآخرين، وغادي يولي يبان بواحد الوجه جد 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 مشرف. تنتمنوا ليه التوفيق في باقي المباريات. مع توالي المباريات غنقدروا نحكموا مزيان على اللاعب حكيم زياش. ننتظروا ان شاء الله يعني يكون واحد الانسجام كبير وكبير ما بين اللاعبين، خاصة الوافدين الجدد اللي مازال ما تانتيغراوش مزيان مع الفريق، وتما ان شاء الله ونعطيو الرأي ديالنا يعني بكل جرأة ومصداقية. حظ موفق لنادي الوداد الرياضي، وحظ موفق ايضا لباقي الفرق الوطنيه. كنتمناو البطوله الوطنيه ترفع المستوى ديالها من بعد الجوده ديال الملاعب، البنيه التحتيه. لنا عوده لجميع الفرق الوطنيه والبطوله الوطنيه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.